للأسف ما يحدث في نادي الزمالك شيء مؤسف جدا جدا جدا، من تخبط إدارة وتخبط قرارات وصراع أعضاء. مين صاحب مين اللي هيمشي قراره على التاني، ومستنين مرتضى منصور لما يخرج من السجن عشان يديهم القرارات النهائية. المفروض في تخطيط، في حد يكون فاهم وعارف ان احنا هنوصل للمرحلة دي، هنوصل لموضوع إقالة فريرة. بيحسوني ان هم اتفاجئوا ان لا احنا ايه ده، احنا هنقيل فريرة. تصدق سبحان الله احنا وصلنا لمرحلة ان احنا هنقيل فريرة. المفروض ان هم كان معروف ان انت هيجي وقت وهتقيل فريرة بسبب سوء النتائج بتاعته، وان انت صبر عليه لحد افريقيا. فالمفروض ان انت خرجت من افريقيا، فعارف ان في سيناريو 1 2 3 هتجيب مدرب مصري يمسك لحد في مدرب اجنبي، او في مدرب اجنبي كنت المفروض متفاوض معاه من الوقت ده ويجي يمسك. انما ان اعضاء مجلس الاداره كل واحد بيغني، واحد يقول لك هنجيب مدرب مصري، واحد يقول لك مدير اجنبي، امير عاوز فلان وسليمان وهدان عايز علان، وكابتن خالد عايز ترتان، والمستشار في السجن عايز واحد تاني خالص. فصراعات غريبة جدا جدا جدا، في حين ان انت كان الموضوع تمشي ابسط من كده بكتير. عقود بتتسرب في النادي، طب وعقود خزعبلية. يعني اللي عمل العقود دي مش عارف انا كان شارب ايه ساعتها، كان عقله فين اصلا ساعتها. الارقام اللي بتدفع فيه لعيبه مع لا يعني لا ترتقي لمستوى نادي الزمالك. هل ده صح يا جماعه؟ هل ده يعني يعقل؟ هل ده يعني نادي زي الزمالك يحصل فيه كده؟ نادي زي الزمالك بحجمه وقيمته، نادي الزمالك وجماهيره دي، يحصل اللي بيحصل فيه دلوقتي؟ ان احنا مش عارفين، يقول لك اصل مفيش فلوس فهنجيب مدرب مصري، مفيش فلوس اصل احنا مش عارفين نمشي فريرة، مفيش فلوس اصل مش عارف ايه. طب انتوا اعضاء مجلس اداره مش عارفين تحلوا المشاكل، قاعدين بتقولوا لنا في مشاكل ليه؟ اما انت دورك تعمل ايه؟ لما انت بتيجي تقول لي اصلا عندي مشاكل، طب انت دورك بتعمل ايه؟ ما انت دورك تحل المشاكل، ودورك توجد حلول، دورك توفر فلوس لو مفيش فلوس، دورك تدور على موارد لو مفيش موارد. اما انت جاي تعمل ايه؟ افهمونا انتوا جايين تعملوا ايه؟ انتوا جايين تعملوا ايه؟ انتوا مجلس اداره مش عارف يدير، يبقى تروحوا تقدموا استقالتكم وتمشوا، تقدموا استقالتكم وتمشوا. قلنا من الاول، قلنا الكلام ده من 4 5 شهور، لو موجود الفيديو اللي قلنا فيه خطوات. يعني وضع الزمالك المسار الصحيح، انت محتاج لجنة كورة يعني عشان تدير النادي، تدير اللعيبة، تتفق على صفقات، تشوف تتابع لعيبة. محتاج لجنة كورة خاصة بالناشئين تطور الناشئين. محتاج جهاز فني أجنبي بالكامل لقطاع الناشئين عشان يطور ناشئين ويطلع ناشئين يلعبوا فريق أول ويلعبوا منتخب مصر ويلعبوا منتخبات. كل اللعيبة في مصر لا تصلح، واديك جبت 11 صفقة زيهم زي عدمهم. مش عايز أقول كلمة تانية، زيهم زي عدمهم. أنت ما استفدتش أي حاجة من الصفقات اللي أنت جبتها، دفعت ملايين في الأرض. استثمر الفلوس دي في قطاع الناشئين، هيطلعوا لك لعيبه تدير، تلعب منتخب، تلعب نادي الزمالك، يدخلوك موارد، يقلبوا نادي استثماري. بس كونك ان انت تدير ملف الصفقات بالفشل ده كتير كتير يا عم امير. مش يحيى علي واحمد يحيى هم اللي يتحكموا في مصير نادي الزمالك، ويتحكموا مين المدرب اللي يجي ومين المدرب اللي يمشي. حرام يا جدعان. لازم حل، لازم حل، لازم حل. الدولة تتدخل. ايه احنا قاعدين كده في حزبة بيرما، كل واحد يصحى الصبح يدي قرار؟ للأسف حاجة يعني مؤسفة جدا جدا جدا.